الشاب خالد يغني في المغرب بعد إقصائه من مهرجانات بلده. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. يستعد ملك الراي الجزائري الشاب خالد للقاء جمهوره في المغرب شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي حرمته بلاده من الغناء في مسقط رأسه. ملك الراي كما يلقبه الجمهور يستعد للغناء في حفل فني بمدينة الدار البيضاء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان فان الذي سينظم خلال الفترة ما بين 3 و5 أكتوبر المقبل، الذي سيجمعه بثلة من المغنيين والكوميديين المغاربة والعرب. ومن المقرر أن تشهد التظاهرة الموسيقية مشاركة كل من مجموعة ناس الغيوان التي ستفتتح حفلات المهرجان رفقة الشاب خالد. كما سيكون الجمهور يوم 4 أكتوبر على موعد مع عروض مجموعة من الكوميديين، من بينهم يسار المغاري، بودير، يونس ديبارديو، فيما سيحيي السهرة الختامية لمهرجان فان كل من الفنان المصري أحمد سعد واللبناني جوزيف عطية. وحددت الجهة المنظمة للمهرجان تذاكر حضور سهراته في 900 درهم، حيث سيخصص جزء من ريع التظاهرة لدعم جمعية صوص فيلاج للأطفال. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد قريب.